حاجه برضه عشان ما اذيهاش في اكل عيشها. مش وداخله على سيزون تعملي لي الفيديو ده. طب الفيديو الممول اللي هي بتحكي عليه ده ممول بقاله شهرين، ليه جايه دلوقتي تتكلمي عنه وتعملي كده؟ طب انت يا دعاء لما انت شعرك وقع من تاني اسبوع وانت بتقولي انا نزلت ستوري وقلت الكلام ده من تاني اسبوع، هي كدابه لان هي لسه منزله الحمد لله ان ارشيف القصص عندي بيتحفظ بتواريخه وهوريكم التاريخ تاني عشان ناكد على بعض. الستوري دي من قريب جدا، تمام؟ وانا عندي كل حاجه بالسكرينات منزلها من قريب جدا. نزلي السكرينات، انت كده نزلي السكرينات. قالت لي بصي انا ما اتكلمتش ولا قلت انت مين، انا نزلت الفيديو وقلت، نزلت قصدي ستوري وقلت يا جماعه ما تستخدموش اي ماده من المادات دي كلها، صح، مسميات، صح، تمام. طيب راحت دعاء عامله ايه؟ راحت دعاء منزله الفيديو اللي هي لسه منزلاه امبارح. ليه بقى الفيديو اللي انا نزلته امبارح؟ انا قاعده في امان الله ولقيت الفيديو بتاعي اللي هي بتقولك ممولاه من شهرين بيلف تمويل على الفيسبوك. ليه انت نجيب ساويرس عشان تدفع المبلغ ده في 60 يوم؟ واحنا عارفين بقى التمويل بيدفع له كام والترويج بيدفع له كام. هنحور على بعض على مامي موقفك ضعيف. قاعده بتفرج على مقطع على فيسبوك يروح طالع لي الترويج بتاع يوم 27 فبراير الفيديو بتاعي انا اللي هو ده. لقيت الفيديو طالع قدامي، طلعت رحت عامله فيديو من غير ما اذكر اسمها. طب لما انت شاطره قوي كده، انت شاطره وبتقولي انك انت عملتي ل200,000 حد شعره ومحدش اشتكى، اشمعنى الفيديو بتاعي انا اللي تختاريه؟ علشان مين؟ عشان دعاء معروفه. ما مين بقى دلوقتي ريتش؟ انت اللي عايزه تدي الناس ثقه على قفايا، مع انك شايفه الستوري قبل كده ما كنتش اتكلمتي فيها. يا كدابه الستوري اللي انا رافعاها في شهر ديسمبر، يا كدابه. فانا لما شفت الفيديو لا دم اتحرق. انا بقى هشيل وزر في موسم بقى احنا داخلين عليه وعرايس قد كده، والله اعلم واحده شعرها يبقى طويل لحد فين تروح تعمله عشان مجرد انها شافت الفيديو اللي متروج ليه باسم دعاء مشتاوي وتروح تتحاسبن فيا انا. شوفوا بقى انا هاخد كام حسبي الله ونعم الوكيل. اتكلم على عرايس، يعني عروسه هتنام جنب جوزها تصحى من النوم شعرها واقع. بقى التوقيت اللي خلاني اطلع اعمل الفيديو في الوقت ده، ولا مشاهدات واقعه ولا فلوس، كل واحد بيدور على اللي ناقصه. فانت شوفوا بقى اللي ناقصك ايه ودوري عليه. بتقول لكم ان انا متعوده ان انا اتكلم كده على اصحابي. انزلوا صفحتها تحت، الفيديو الوحيد اللي انا اتكلمت فيه عن واحد متحرر للاطفال. معوده على ان اقول الحق، مش اذي ناس، مش ماشيه اذي ناس كده في خلق الله. مجنونه، انا مجنونه طالعه هرتل.